ورمضان كريم، ربنا ما يقطعلناش عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. انا تمام. الفيديو ده كان المفروض ينزل اول يوم رمضان، بس حصلت حاجه اظن واضحه. انا عيانه، اظن صوتي في الفيديو ده هيكون باين عليه، انا مخنفه شويه، حاسه ان في حد قاعد في مناخيري مش عارفه اتنفس. ايه اللي حصل؟ ان انا وصلت دبي ونضفت البيت تنظيفه رمضان، وانتوا عارفين يعني ايه تنظيفه رمضان. اتسحرت، كلت زبادي، شربت كميه ميه غير طبيعيه لا يتحملها بشر، اذن الفجر، صليت الفجر، مرضت. صليت الفجر، قعدت على الكنبه، لقيت زوري. ايه ده؟ كلنا لما بيوجعنا زورنا بيجي لنا نفس الاحساس، لو نيجي نبلع اكتشفت كده خلاص هنعيش 3 ايام من اسوأ ال3 ايام، مش هنعرف نبلع، مش هنعرف ناكل، مش هنعرف نشرب حاجه ساقعه، مش هنعرف نعمل اي حاجه. فما عرفتش ولا زين زينه رمضان. يا ايه الصوت ده؟ فما عرفتش ولا زين زينه رمضان. حاسه زينه رمضان طالعه بصوت وحش. لا زينه رمضان مش عارفه اقولها بصوت حلو. زينة رمضان. ايوه، ليه طالعه في حاجه غلط؟ طلع زينة رمضان. زينه رمضان. زينه رمضان، زينه رمضان. تمام، حلوه دي، اوكي تمام. فبغض النظر عن آلامي وجروحي، عشان اقسم بالله يا جماعه كنت بموت، يا لهوي على الصوت، فاخدت كل ادويتي وقلت ده مش هيمنعني ولا صوتي ده برضه هيمنعني عن انه ازين البيت بمناسبه رمضان. الله، صوتك تحفه، صوتك يجنن. ايه ده؟ صوت صفير البلبلي. والله اشتريت حاجات معرفش فيها ايه، يا ربي في ايه بجد. اشتريت حاجات دي حلوه. اشتريت حاجات معرفش فيها ايه وهنفتحها مع بعض. احتمال تكون قليله قوي، احتمال تكون كتير قوي، انا بجد معرفش، انا كنت عيانه. هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها، انا شارياها من مثلا شهر، فانا مش فاكره حرفيا انا اشتريت ايه، بس هنكتشف مع بعض وهنشوف هل انا ذوقي عدل ولا ذوقي يقرف. واو، طب والله شكله في حاجات حلوه، مش عارفه ايه ده، مكتوب عليه لمبه بس شكلها حلو. انا مش فاكره ان انا طلبت الحاجات دي بجد. ترى حلوة والله حلوه. استنى ننورها. دي ايدي، دي بايدي، احطها فين دي؟ هي دي ليه مش بفيشه؟ مش عارف. ايه دي الفيشه؟ ايه بقى؟ ايه ده؟ واو والله حلوه. هنطفي النور. واو. شكلها حلو الصراحه، حاساها حلوه، تحفه، اختيار موفق. اسراء اللي من شهر بتعرف تختار. تاني حاجه جبتها، ايه ده؟ شبهها بالظبط، مفيش تنوع خالص. لا والله مختلفه. يحيى استنى، مختلفه يا جماعه، عمال يضحك عليا. ده ايه ده بقى؟ هي ليه واقعه كده؟ هي المفروض تبقى كده. لا استنى، يمكن بتتعلق اهو. ما تظلمهاش على فكره. انا ولعها ازاي بقى؟ دي بطاريات، عايز 3 بطاريات. جماعه ركبنا البطاريات، بصوا. والله حلوه. جماعه انا جايه اشهدكم، دول شبه بعض. يحيى بيقول لي ان هما شبه بعض وان انا جايبه حاجتين شبه بعض. قلت له لا طبعا ده مختلف، ده هلال وده هلال، يعني وده هلال بس فيه نجمه. مختلفين يحيى، مختلفين. ماشي. هتشوف هيقولوا لك ان هما مختلفين جدا، والاثنين اروع واحلى من بعض. صح. رائعين. عندك حق. براحتك، اتريق. انت اصلا ما كنتش هتعرف تختار لو انت اللي اخترت. مش عارفه برضو ده ايه، لو طلع شبههم شكلي هلال في الاخر. بحب الهلال. لا بص بقى دي عظيمه. دول عشان تعرف النهارده كام رمضان. بص يعني مثلا النهارده في اليوم اللي انا بصور فيه ده 3 رمضان. ممكن الفيديو ده تشوفوه 4 رمضان، بس انا النهارده 3. فبص، الله، لا حلو. 3 رمضان. وبعد كده مثلا لو يوم مثلا 20 رمضان، 20 رمضان. ايه رايكم؟ دي خطيره، وفكره ان احنا نصحى كل يوم نبدلها ونعدي يوم دي عجباني قوي. ايه رايك في دي؟ حاسه ان صوتي وانا بتكلم عمال يفتح دلوقتي احسن من لما بدات. ينفع اقول زينه رمضان تاني؟ نجرب. زينه رمضان تصدقي في فرق احسن بكتير بجد يا جماعه. لو الواحد عيان ويرجع يعمل الحاجه اللي هو اصلا بيحب يعملها وكده، بحس ان هو بيبقى احسن، مع ان هو بيبقى حاسس من جواه ان هو تعبان قوي، بس هو مش حاسس دلوقتي، فاهمين؟ يعني هو جواه المرض بس هو دلوقتي مشغول، فمش بيحس قوي ان هو عيان. فانا بحاول اعمل كده معاكم دلوقتي عشان انا الحمد لله. ايه ده بقى؟ انا مش فاكره ان انا جبت حاجه زي كده. بدل هلال واحد جبت لك بقى اهلله كتيره. يا جماعه هلال ايه؟ انت ما كانش عاجبك الهلالين؟ ثواني بقى عشان هغيظه. انت مش عاجبك الهلالين اللي انا اشتريتهم؟ خد بقى 200 هلال. افتكرت دي عشان نحطها في الفازه، نشيل الورد اللي احنا حاطينه في الطبيعي ونحط دي. ايه رايك فيها؟ تحفه. بصوا انا افورت خلاص، انا جايه اعترف، انا افورت وبحب الهلال وجايبه كل حاجه هلال. انا مكسوفه بس مخده على شكل هلال في رمضان. الله يا جماعه، ماشي افورت شويه في الهلالات بتاعتي، عادي لما نافور في الهلال مفيش مشكله خالص. بصوا دول شكلهم تحفه، هوزعهم حوالين البيت وحاسه بالليل هيدوا جو حلو قوي. هل ينفع رمضان من غير فانوس؟ ما ينفعش. فبصوا اشكال الفوانيس الكيوت اللي انا اشتريتها. يا جماعه ايه ده؟ كيوت بشكل مش طبيعي. بصوا جبت ده وجبت ده وجبت ده
ده جواه شمعه يا جماعه ومكتوب عليه رمضان كريم رمضان مبارك. انا بعشق الحاجات الصغيره، بس انا في الصوره تخيلتهم اكبر من كده، يعني اكبر شويه. هما دلوقتي كيوت بس حاساهم مش هيملوا المكان اللي انا هحطهم فيه، بس هنشوف. ده شكل الجزء ده من البيت، بوريهولكوا في الاول عشان تشوفوا لما اغيره بلمساتي الفنيه الرمضانيه هيطلع شكله حلو ازاي. اول حاجه هنغير الثلاث مخدات دول، شكلهم مش رمضاني خالص، ده مش شكل رمضاني، سوري انا اسفه، محتاجه اغيرك لشكل رمضاني. وهنحط هنا حاجه فانوس على ما اعتقد، وهنحط هنا النور ده اللي هو عارفينه اللي هو فرع نور. هنحط هنا فرع نور، هقعد ادخله من هنا ومن هنا ومن، هيبقى شكله شجره منوره كده، حاساها هنا هتبقى يعني فظيعه. انا عارفه انه انا عارفه ان انا ممكن اكون عيانه، انما انا في الزينه اول ما باجي ازين خلاص هتشوفوا مني بقى طاقه غير طبيعيه. اول حاجه هنعملها ان احنا هنغير المخدات اللي مش رمضانيه دي بالمخدات الرمضانيه الكيوت اللي كلها عليها يا جماعه هلال ونجمه. بصوا بصوا بصوا، دي بجد تحفه، شكلها حلوه في رمضان وبره رمضان. عماله اطلع فرو وانا عيانه بس استحمل عشان الزينه الرمضانيه يا جماعه. بجد ده اول رمضان اقضيه بعيد عن اهلي، وحاسه انه اللي انا هعمله دلوقتي وان انا اخلي البيت رمضاني فيه روح رمضان هو دي الحاجه اللي هتخليني استحمل. انا بحب رمضان قوي وبحب اجواء رمضان قوي، وبحب الفطار مع العيله وبحب التجمعات العائليه. بيبقى في حاجات دمها تقيل في التجمعات العائليه، وفي طنط بتسالك مثلا مش هتتخطبي ولا ايه، هو انت تخينه كده ليه، هو انت خاسه كده ليه، هو انت مش عارف ايه كده. بس انا برضو بحب التجمعات العائليه عشان والله اللمه حلوه، بحس انه بيبقى فيه هيصه، وعارفين اللي هو الاصوات العاليه وكله بيكلم بعضه ومحدش سامع حد اصلا، وفي فجاه صوت طفل بيعيط في الخلفيه مش عارفين ابن مين. المشاعر دي انا بحبها قوي، والسنه دي مش هعيشها، قاعده انا ويحيى لوحدنا، بس هنعمل حاجات تخلينا نعيشها ونتبسط. بصوا تحفه جدا جدا جدا، محسسانا بالاجواء الرمضانيه العائليه من غير تعليقات طنط حشريه. وادي شكل المخده الثانيه وكمان الثالثه. بصوا هحط دي كده ودي قدامها، شكلهم كيوت والله العظيم حلوين قوي، وهحط دي هنا كده. تاني حاجه بقى هعملها، بصوا بقى دي هتغير بجد الشكل هنا قوي. بصوا بصوا بصوا، هي دي اللي لازم اول لما بشوفها بحس ان احنا في رمضان. بتبقى مشهوره قوي انها تكون لونها احمر، عارفين اللي هي زينه رمضان دي اللي هي بتتحط على زي المفرش، بتبقى لونها احمر كده وفيها حاجات، هي دي. بس انا جبتها كده، حسيت انه اللون البيج هيليق على البيت اكتر، وكمان لونه اهدى كده وكيوت، فانا بحب الالوان اللي هي الهاديه، فعشان كده اخترته لونه بيج. عايزه بقى دلوقتي اختار حاجه من دول احطها على الترابيزه. حاسه دي اكتر واحده عجباني وحاساها عشان شغاله من غير، بصوا شغاله بالبطاريات كده. احطها هنا. حاسه البيت بدا يتحول لبيت رمضاني سنه. جماعه جبت اللي هو اللي قلت لكم عليه فرع النور ده، بجد ده من اكتر الحاجات اللي بحسها شكلها كيوت قوي. هو ليه يتلبك دخل في بعضه كده؟ يا لهوي هو في ايه؟ يوه اهو. انا عايزه بقى في دماغي حاجه انا مش عارفه هعرف احققها ولا لا. دلوقتي هنبتدي ندخل حته هنا. بصوا انا مش عارفه انا بعمل ايه، بس انا في شكل في دماغي عايزه اعمله، انا مش عارفه هعرف اعمله ولا لا. فهمني يا يحيى؟ لا بصراحه انا مدخلاه هنا. بص بقى انا هحاول ايه، اعمل كده واعمل كده، فهمني؟ هتبقى شجره كده رمضانيه اهو. يا جماعه اتعقدت تاني والله، اللي يشوف في الفيديوهات يقول ايه دي اسهل حاجه وطلعت صعبه. ما نشوف لو طلع شكلها وحش بجد. طب بوظتها. هنطفي النور ونشوف. واو، قلت لكم هعمل لكم شجره رمضانيه. بصوا من فوق منوره، من النص منوره، ودخلتها هنا. بصوا دخلتها في كل حته، ودخلتها هنا ودخلتها هنا. خطيره خطيره، انا شايفاها شكلها عظيم. وحشه؟ حلوه رمضانيه. في ايه؟ نبتدي نحط الفوانيس. مش عارفه فين، بس انا هوزعهم بشكل عشوائي. ممكن يكون ده جنبه فانوس كده، بس اكتر واحد لايق عليه ده. ودلوقتي معايا فانوسين، هحط واحد هنا. يا لهوي على الحلاوه، بجد شكله كيوت قوي. وهحط واحد هنا. والحاجه بقى اللي انتوا تريقتوا عليا فيها، الفرع ده هوريكم بقى هنعمل بيه ايه يا اذكياء. شايفين دول لقبل رمضان، انما في رمضان ما ينفعوش خالص، لازم نشيلهم ونحط بقى دي. بصوا الفرق اللي هيحدثوا. ايه ده؟ دي عايزه كمان بطاريات. يوه جماعه، لو عاملين حسابكم تعملوا زينه رمضان، اعملوا حسابكم في 17 15 بطاريه مثلا، عشان بجد كل حاجه في زينه رمضان محتاجه بطاريه. تعديل تاني بعد البطاريات بقى شكلها كده. بصوا بتحطوا دي هنا
بس انا حاسه ان احنا ممكن شكلها يبقى احسن من كده. بحاول اضيف لها لمسات فنيه واعمل نفسي بقى فنانه وبتاع، بس حاسه ان هي كده شكلها احلى. فاهمين؟ مديه شكل اللي هو ورود كده او زرع. انتي بقى سنلقاكي في العيد ان شاء الله، في العيد نبقى نرجع دي. اما بقى بالنسبه للجزء ده فما اعتقدش ان هو يعبر عن رمضان باي طريقه، واحنا عايزين البيت ده يبقى رمضاني، فهنشيل دول وهنحط ايه بقى؟ نتيجه رمضانيه خطيره. النهارده 3 رمضان فحط 3 رمضان، بس احنا داخلين على 4 رمضان، وغالبا الفيديو ده هينزل لكم، هو اكيد ان شاء الله هينزل لكم في 4 رمضان، فهيبقى الشكل كده. تجنن والله العظيم، خطيره. وعشان دي مش كفايه فهنحط جنبها دول. يا جماعه والله المنظر كيوت قوي. يا جماعه بجد هو ايه الفرحه الغريبه اللي بتجيلنا واحنا بنحط زينه رمضان دي؟ انا مش عارفه، بس انا دلوقتي انبسطت، حاسه باصه للبيت مبسوطه فرحانه. واخر حاجه هحطها هو الهلال ده، هحطه هنا وهنوره. يا جماعه عاجبني قوي بجد، انا بفكر اسيبه بعد رمضان. ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني لما اشتريتها. ما بقاش فاضل غير ده، مش عارفه احطه فين. هحطه كده، هحطه كده. فدلوقتي هوريكم النتيجة النهائية للبيت بعد الزينة. بس لازم اول حاجة اطفي النور، عشان حرفيا كل حاجة انا زينت بيها فيها نور. انا جبت كل حاجة اضواء كده ومش عارفة فيه ايه. جماعة ده شكل الصالة والنور شغال. هوريكم دلوقتي شكلها لما اطفي النور، وانا اصلا في رمضان بالليل بطفي النور وبقعد كده في جو هادي وانا بصلي. فبصوا شكلها هيطلع عامل ازاي. 3 2 1. واو والله العظيم تجنن. هنا الجزء ده حاطه فيه اللي هي الفوانيس الكيوت الصغيره جواها يا جماعه شمعه كده، مش عارفه ايه دي، بس هي عماله تنور وتطفي، بتفكرني بالفوانيس بتاعت زمان. وبعد كده الشجره الرمضانيه اللي انا عملتها، وانا باينه اصلا ولا ضلمه قوي؟ باينه شويه. المهم دي الشجره الرمضانيه اللي انا عملتها. انا مطفيه النور عشان احسسكم بالاجواء كده اللي انا بحب اعيشها في رمضان. فشكلها كيوت قوي ومنوره. بصوا كلهم هلال 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 ونجمه. انا بحب الهلال قوي والله، شكله تحفه. انتوا دايما بتقولوا لي حطي حاجه على الترابيزه دي، فحطيت الهلال برضو والفانوس بتاعي ده. طبعا غيرت زي ما وريتكم المخدات، وهنا بدلت الورود بالهلالات او مش عارفه يا جماعه، اكتبوا لي جمع هلال بجد عشان مش عارفه. وهنا حطيت دول وحطيت دول. وهنا زي ما وريتكم 4 رمضان والثلاث شمعات بتوعي. مبسوطه قوي ان احنا زينا البيت مع بعض بمناسبه رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. بالنسبه بقى للفيديوهات اللي هتنزل في رمضان، فانا محضره لكم كميه فيديوهات مش طبيعيه خطيره بجد يا جماعه. من احلى الفيديوهات اللي هتتفرجوا عليها. انا خلاص صورتها في مصر، ودلوقتي هي بيتعمل لها اديتنج وهتنزل لكم خلال شهر رمضان. ادخلوا اعملوا سبسكرايب على القناه دي وعلى قناه تجارب اسراء، عشان هتنزل لكم فيديوهات فظيعه لازم ما تفوتوهاش. وادعوا لي ان انا اخف. حصلت في حياتي الفتره اللي فاتت كذا مشكله، مش عارفه يعني هكون قادره اكلمكم عنهم امتى، بس ادعوا لي ان انا اخف، وادعوا لي ان كل حاجه تكون كويسه، ورمضان كريم. باي.